بص بقى، عمرك ركبت طيارة أو حتى شفتها وهي بتطلع؟ أكيد سألت نفسك إزاي الحاجة التقيلة دي كلها بتطلع في السماء؟ يعني دي مش لعبة خفية، ده فيها ناس وشنط ووزن تقيل جدا. طب إزاي ما بتقعش وإزاي الهواء بيشيلها أصلا؟ تعال أقولك الموضوع ببساطة خالص، بس ركز معايا. أول فكرة لازم تفهمها إن الطيارة مش بتطير عشان خفيفة، الطيارة بتطير عشان الهواء بيشيلها. أيوه زي ما سمعت كده. طب الهواء يشيل حاجة تقيلة إزاي؟ خلينا نبدأ من الأول. الطيارة وهي على الأرض مش بتطير على طول، لازم الأول تجري بسرعة. السرعة دي بيعملها محرك الطيارة. السرعة دي مهمة ليه؟ عشان تخلي الهواء يتحرك حوالين الطيارة. تخيل كده معايا ايدك وانت راكب العربية ومطلعها من الشباك. لما العربية بتمشي بسرعة بتحس ان الهواء بيزق ايدك، صح؟ نفس الفكرة بالظبط. جناح الطيارة ده هو السر كله. هتلاقيه من فوق عامل زي قوس متن لفوق، ومن تحت شبه مستقيم. لما الطيارة بتجري بسرعة الهواء بيجي على الجناح ويتقسم نصين، جزء يعدي من فوق وجزء يعدي من تحت. الفرق هنا بقى في السرعة، الهواء اللي فوق الجناح بيمشي أسرع واللي تحت بيمشي أبطأ شوية. ده هيعمل فرق في الضغط. النتيجة بقى الضغط العالي اللي تحت بيزق الجناح لفوق، وده اسمه قوة الرفع. تخيل انك حاطط ايدك قدام مروحة، هتحس ان الهواء بيزقها. لو زودت قوة الهواء هتحس بدفع اكبر. نفس الفكرة بس هنا الهواء بيشيل الطيارة كلها. طيب ليه الطيارة لازم تفضل سريعة؟ عشان لو السرعة قلت الهواء هيبطل يزق الطيارة بقوة وقوة الرفع تقل. عشان كده الطيارات بتحافظ على سرعة معينة طول الوقت. محرك يدي السرعة وجناح يرفع وتحكم بيظبط الاتجاه. وفي الاخر بقى الطيارة مش سحر ولا حاجة، هي مجرد سرعة زائد هواء زائد تصميم ذكي. ولما التلاتة دول يشتغلوا مع بعض تلاقي الحاجة التقيلة دي كلها بتطير عادي. ولو الفيديو عجبك وفهمت الموضوع بسهولة اعمل لايك واشترك في القناة، وسلام.